طلعت لك بكرتون البيض وقلت لك هات لي بدلها تليفون، تقول لي اجري يا عم من هنا. بس لو طلعت لك فلوس فجأة كل الأبواب تتفتح، تبقى أنت اللي عايز تبيع التليفون. طب ليه كرتونة البيض متقدرش تبدلها بتليفون، بس الفلوس عادي تقدر تبدلها بتليفون وتشتري أي حاجة أنت عايزها طالما معاك فلوس. هنعرف النهاردة قصة الفلوس من أيام ما كانت بتبدل الفرخة برغيفين عيش لحد البيتكوين دلوقتي. نظام المقايضة قبل الفلوس هو نظام بدائي جدا. أنا معايا جرجير، أنت معاك طماطم، أنا هبدل معاك الجرجير بالطماطم. طب افرض أنا معايا جرجير واللي المفروض معاه الطماطم معهوش طماطم، معاه حمار. فدلوقتي اللي احنا عايزينه مش متوافق، مش هينفع أبدل جرجير بحمار. فهنا تيجي المشكلة، مشكلة نظام المقايضة، إن أنت لو معاك حاجة غالية أوي والتاني معاه حاجة بسيطة مش هتعرفوا تتعاملوا مع بعض. فمن هنا بدأت فكرة إن يبقى في حاجة بدل الحاجات اللي احنا بنبدلها مع بعض، حاجة تكون كلنا متفقين عليها، أنا أشتري منك وأنت تشتري مني وتمشي الدايرة زي كده. أول عملة أو ممكن نقول بداية الفلوس: حجر، صدف، حجارة عملاقة. وأول عملة حقيقية كانت في مملكة ليبديا سنة 600 قبل الميلاد. طب ازاي كانوا بيتعاملوا بالحجر والصدف والحجارة العملاقة؟ يعني الفكرة مش في قيمة الحاجة قيمة الحاجة نفسها، الفكرة في القيمة اللي الناس بتحطها فيها. وكان في الإلكتروم اللي هو مزيج من الذهب والفضة. انت متخيل زمان لما كان حد يتسرق يقولوا الحقوني سرق مني الحجر بتاعي، اللي هو انت بتلاقيه دلوقتي في الشارع. فالفلوس مش حاجة بسيطة ان اخترعناها على طول، هي مرت بكذا مرحلة، ودي تعتبر أول مرحلة من مراحل الكتير بتاعت الفلوس. تعريف الذهب أو نظام جولد ستاندرد اللي هو إيه؟ 1 جنيه يساوي جرام دهب. فكل دولة عندها احتياطي معين من كمية الذهب، تطبع على حسب الاحتياطي اللي عندها فلوس. فلما بدأت الحروب أو تماما يعني بعد الحرب العالمية التانية، كل دولة كان عندها نقدر نقول إلا في عدد الفلوس، أو الفلوس كانت مقصرة معاهم، فهم اكترفوا للذهب ده خالص، اللي هو مش مهم بلا احتياطي دهب بلا بتاع، وطبعوا فلوس ملهمش دعوة بالدهب. فجت أمريكا سنة 1973 ولغت النظام ده تماما. طب مين أول ما اخترعوا العملة الورقية؟ أول ما اخترعوا العملة الورقية كانت الصين، اخترعوها كبديل لحمل الذهب. وأول بنك عمل أو اعترف أو بدأ يطبع العملة الورقية كان بنك السويد. شوية أسئلة سريعة، يعني شوف انت ركزت معايا في الحلقة ولا لا. لو الدولة عايزة تطبع فلوس وتحل مشكلة الفقر، ما تطبع وخلاص، ايه المشكلة يعني؟ المشكلة ان هتواجههم مشكلة بس بسيطة كده اسمها التضخم. التضخم ده مش مشكلة بسيطة، انا بهزر معاك. التضخم ده يعني من أسوأ المشكلات اللي ممكن تواجه اي دولة. يعني اديك مثال بسيط: انت معاك في جيبك جنيه، الجنيه ده ممكن يشتري حاجة، جه بكرة لقيت الجنيه ده مبقاش يشتري الحاجة دي، الجنيه ده بقى يشتري حاجة أقل من اللي كان بيشتريها امبارح. فده هو التضخم بشكل بسيط كده، عشان التضخم ده عايز حلقة لوحده عشان نشرحه. هل لو معاك طبعة وما جبتش حبر البنك المركزي هتقدر تطبع فلوس؟ طيب ليه لما نقطع بقرتين خلاص قيمتها بقت عبارة عن صفر، مش ليها أي قيمة؟ وهل البيتكوين ممكن في يوم من الأيام يحل محل الجنيه يبقى بنتعامل بيه؟ دي حاجات انت ممكن تجاوب لي عليها في وقتنا ده اللي هو عصر التطور وعصر التكنولوجيا. طورت الفلوس الكاش العادية لفلوس إلكترونية، زي مثلا الفيزا والماستر كارد وفودافون كاش، كريبتو زي البيتكوين.
البلوك تشين اللي هو عبارة عن دفتر حسابات عالمي، بس برضو مش كل المجتمع واثق فيها لأن ما فيهاش حكومة. طيب سؤال بيطرح نفسه، هل احنا هيجي علينا وقت مش هنبقى بنتعامل بالكاش، ويبقى الكاش ده عبارة عن حاجات قديمة، تاريخ قديم، أو الورق ده هيبقى عبارة عن تاريخ قديم هيتحكي من بعدينا، وهنتعامل بالفلوس الإلكترونية؟ ده انت ممكن تبدع وتعرفني رأيك فيه في الكومنتات. فلوس تساوي ثقة المجتمع. ورقة ملهاش أي قيمة ذاتية، فيبقى قيمة الورقة دي تساوي ثقة المجتمع. يعني احنا أصلا عايشين في فيلم ثقة، فيلم طويل اسمه خد الفلوس وجري. احنا لو قررنا ان الكوتشينة، احنا كلنا كده اجتمعنا وقررنا ان ورقة الكوتشينة تشتري بيها لبن، المجتمع من بكرة يشتغل بيها عادي طالما كلنا واثقين في الورقة دي. يعني احنا بيضحك علينا. من الآخر الفلوس مش عبارة عن ذهب ولا ورقة، الفلوس هي احنا. وكل ما تتعامل افتكر ان الفلوس هي مش عملة، الفلوس هي الثقة. ومش بتفرق الحاجة اللي انت بتعمل بيها سواء كانت كاش، فيزا، QR كود، تفرق بس باللي مصدقها. فلو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان توصلك الحلقة الجديدة. وبس كده، سلام.